في وقت تحنيط الجثث كان بيتم تفريغ الجسد من كافة الأعضاء ابتداء من المخ حتى الأمعاء، ووضع كل عضو من الأعضاء دي في إناء مخصص، لكن العضو الوحيد اللي كان مش بيتم إخراجه هو القلب، وده لاعتقاد المصريين القدماء بأن القلب هو موطن الروح، فكانوا بيتركوه في الجسد للبعث على حسب اعتقادهم طبعا. الفرعون ما كانش مسموح له انه يظهر شعره، علشان كده كان بيضع تاج او يلبس رداء للرأس زي الرداء اللي كان بيرتديه توت عنخ آمون اللي ظاهر في تمثاله الشهير. المرأة في مصر القديمة تمتعت بالمساواة القانونية والاقتصادية زي الراجل، لكنها لم تتمتع بنفس القدر من المساواة الاجتماعية. ده كان ملخص وتكملة للحقائق الغريبة عن الفراعنة. لو حابين نكمل السلسلة دي ياريت تقولولي في الكومنتات، وياريت توصلوا الفيديو ل10,000 لايك، وياريت اللي مش مشترك في القناة يشترك، لأن عندي معلومة إن أغلب الناس اللي تتفرج على الفيديوهات مش مشتركين في القناة، فحبيت أفكركم. كان معاكم أحمد